التشكيل الامثل لماتش بكره امام الاهلي، نهائي السوبر المصري. طبعا كلنا عارفين الماتش صعب جدا، ماتش بين اكبر فرقتين في مصر، الزمالك والاهلي، فاكيد محتاجين تحضيرات خاصه جدا، وهنشوف الغيابات مع بعض ايه ومين اللي لسه غايب. طيب اولا الماتش بكره يا جماعه الساعه 5:30، ومش فاهمه حقيقي هو ليه 5:30 ليه مش 7:30، بس تمام. طيب طاقم التحكيم هيكون تركي، وكان ليه واقعة شهيرة كده انه اتضرب قبل كده من رئيس فرقة هناك في تركيا، وحقيقي برضو مش فاهمة ليه طاقم تحكيم تركي، يعني بصراحة في حاجات غريبة بتحصل يعني. طيب خلينا نركن كل ده على جنب ونركز في الزمالك بس. اولا يا جماعة للناس كلها عارفة ان احنا عندنا غيابات، وكان في ناس اتصابت في الماتش اللي فات، وفي ناس اصلا مصابة زي اخوان مثلا بزيرة. طيب اخوان بزيرة هيغيب عن ماتش بكرة، وده شيء انا كنت متوقعاه، يعني ما اتفاجئتش منه، بس اكيد كان نفسي زي كل الناس وكان نفسي زي كل الجمهور انه يبقى موجود، بس للاسف. طيب عندنا كان في 2 لعيبه اصيبوا في مباراه بيراميدز. طيب هما مين؟ كان بنتايج وعدي الدباغ، تمام. طيب الاتنين النهارده يا جماعه في التمرينه بتاعت النهارده اللي هي اخر تمرينه خلاص، الاتنين شاركوا في التدريبات الجماعيه كلها، تمام، يعني الاتنين جاهزين بنسبه 100%. طيب عندنا ازمات كتير تخص التشكيل. ليه بقى؟ لان احنا للاسف ما عندناش جناح يمين، وللاسف كمان بنعاني في مركز الجناح الشمال. طبعا على النقيض تماما الاهلي بكامل نجومه متواجدين على مستوى التشكيل الاساسي وعلى مستوى الدكه. الدكه عند الاهلي قويه جدا، تمام. طيب عندنا نقطه مهمه قوي، عندنا مدرب لسه جديد، وطبعا بوجه له التحيه انه عرف يدير مباراه بيراميدز، بس مباراه الاهلي غير. طيب وفرقه الاهلي غير قصاد الزمالك، بمعنى يعني هي قابلت سيراميكا ما كانتش واو، بس هتقابلك انت بطريقه غير. ليه؟ عشان انت المنافس التقليدي بتاعهم، تمام. طيب احنا فرقتنا مرهقه، للاسف مباراه النهائي في حاله التعادل مش هنلجأ لركلات الترجيح على طول، هنلجأ للاشواط الاضافيه الاول، وطبعا ده مش مصلحه للزمالك اطلاقا، لان الزمالك اصلا مرهق، لانه ما عندوش دكه، فما عندوش مبدأ التدوير، فاللي لعبوا الماتش اللي فات بنسبه كبيره هيلعبوا الماتش اللي جاي. طيب محتاجين نركز وندعم اللعيبه بتاعتنا ايا كان، لو انت شايف حتى انه بيقدم مستوى مش كويس لازم ندعمه. ندخل بقى في الجد ونقول التشكيل. اولا بدون منازع وبدون شك محمد عواد في حراسة المرمى. محمد عواد كل مرة بيثبت لجمهور الزمالك ولإدارة الزمالك للأسف اللي كل مرة عايزة تبيعه ان هو على قد المسؤولية، ودايما بيضحي علشان الزمالك، وحقيقي انا مش فاهمة ايه سر تمسكهم ببيع عواد يعني صدمة. طيب محمد عواد في حراسة المرمى نبتدي. عمر جابر اكيد، لانه مفيش غيره اصلا، ومحدش يقول لي بارون اوشينج، لان للاسف محدش دخله في الجيم في الماتشات اللي فاتت، فاكيد مش هدخله في ماتش الاهلي. طيب الونش جنبيه محمد اسماعيل، ما اسمعش حد خالص يقول لي حسام عبد المجيد، انا مش عايزه اشوف وشه في الملعب، مش عشان هو بيماطل في التجديد، ومش علشان هو اصلا مش عايز يجدد، ولا عشان هو المفروض هيروح الاهلي خالص، ولا يفرق معايا. انا يفرق معايا ان هو حرفيا ليه اخطاء كارثيه، وكان اقرب ماتش بالاخطاء دي كان ماتش طلائع الجيش اللي خرج فيه بين الشوطين. ليه؟ لانه كارثي، عمل كم ميس باس في الشوط الاول غير طبيعي، وبالتالي انا مش عايزه اشوف وشه في الملعب، ودي كان احسن قرار خده احمد عبد الرؤوف، تمام. طيب جناح باك شمال انا عايزه فتوح ويلعب قدامه بنتايج. انا عجبتني الثنائيه جدا جدا، وبما ان بنتايج شارك بشكل طبيعي في التدريبات فهو جاهز. طيب نبتدي بقى في خط النص. انا عايزه التشكيله دي وايه نركز مع بعض شويه عشان انا هقول فيها مفاجاه كده. انا عايزه يا جماعه شحاته جنبيه عبد الله السعيد
ماشي. قدامهم احمد حمدي. تمام. نقول تاني، محمد شحاته، جنبيه عبد الله السعيد، قدامهم احمد حمدي. هتقولي فين ناصر ماهر؟ هقولك اصبر على رزقك. اولا انا ليه بلعب باحمد حمدي؟ عشان انا هخلي ناصر لحته تانية. احمد حمدي يا جماعه ده مركزه الاصلي، والراجل كان كويس صح، لعيب كويس قوي. طب هتقولي ما بيشاركش، هقولك مفيش اي مشكله. ليه؟ احنا قبل كده في السوبر الافريقي بنتايج ما كانش شارك خالص مع الزمالك ونزل اساسي، اثبت وجوده صح. ومحدش يقول لي احنا عايزين نصد الاهلي. انا مش عايزه اصد الاهلي، انا عايزه اجيب جون. انا عايزه اجيب جون، لان الموضوع لو وصل لاشواط اضافيه مش في مصلحه الزمالك، مش في مصلحه الزمالك. انا عايزه اخلص الماتش في المباراه في 90 دقيقه. تمام. ناصر ماهر هيلعب وينج يمين. تمام. انا عارفه انه مش منطقته، وعارفه انه ما بيحبهاش، بس هو عارف كويس قوي انه احنا ما عندناش جناح يمين للاسف. تمام. هنلعب طبعا قلنا جناح شمال بنتايج خلاص. قدامهم سيف الجزيري. خلاص. طيب الطريقه دي لو فشلت، بمعنى يعني احمد حمدي حسيت انه مش قوي، او ناصر ماهر حسيت انه في المكان ده مش قوي، هنعمل التبديلات بقى اللي هقولها دي. هنخرج احمد حمدي ونرجع ناصر ماهر مكانه، وممكن ندخل عدي الدباغ. تمام. اي حد من اللعيبه دي مش جاهز قوي، يعني مثلا حسيت ان بنتايج او فتوح مش كويسين، ماشي. لو مثلا بنتايج مش كويس مش جاهز، ممكن تخرجه وتنزل احمد شريف. تمام. اصل شيكوبانز الصراحه مش نازل لي من زور، معلش يعني. تمام. طيب عندك مثلا حد لو شحاته مثلا حصل له اي حاجه او بتاع، ممكن تخرجه وتنزل احمد ربيع، فعندك يبقى ايه شويه دكه. لو حصل اي حاجه لا قدر الله للونش او محمد اسماعيل، عندك صلاح مصدق. تمام. ان شاء الله التشكيله دي تكسبنا، لان انا يا جماعه عايزه اجيب جون، انا مش عايزه انزل ادافع، انا مش عايزه انزل، لان انا لو دافعت ماشي، انا دافعت خلاص وقدرت اصد الاهلي، هفضل اصده لحد امتى؟ هفضل اصده لحد امتى؟ مش هفضل كتير. ولو خلصت المباراه، طب انا هروح للاشواط الاضافيه، الموضوع مش في مصلحتي. بعيدا عن ده كمان. تمام. خلاص انا صديت الاهلي. طب ما احنا صديناه قبل كده في الدوري، رجعنا دافعنا بدون اي داعي، ايه اللي حصل؟ دخل فينا جونين مستريح. هو اللي بيدافع بيغلط، وانا مش عايزه اغلط، ومش عايزه ادي فرصه اصلا لحد انه يهجم عليا. انا اللي هجم اصلا. الاهلي لما بتهجم عليه بتجيب جوان. سيراميكا من اقل هجمه عملتها وهي اصلا ما كانتش جات المباراه، مستواها كان فنيا ضعيف جدا، جابت هدف وكانت هي المفروض ليها ضربه جزاء في الاخر، كانوا هيتعادلوا مع الاهلي. تخيل دي اقل فرقه، يعني فرقه سيراميكا في المباراه كانت سيئه جدا، وعلي ماهر ادار المباراه بشكل سيء للغايه، والتبديلات بتاعته التشكيل بتاعه كان زفت، وكان مستبعد ناس القويه جدا، فمش فاهمه كان بيعمل ايه الصراحه. بس انا بتكلم، شوف سيراميكا اللي هي اصلا ما عملتش اداء كويس كانت هتتعادل مع الاهلي. طب انا الزمالك، انا فرقه الزمالك ادافع ليه؟ مش عايزه ادافع، لان الموضوع مش في مصلحتنا صدقوني. عامه اتمنى التوفيق لاحمد عبد الرؤوف، اكيد هو شايف اللعيبه اكتر مني اكيد، بس انا بقول التشكيل من وجهه نظري، وان شاء الله الزمالك يكسب.